مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اشتاقت لكم هوايه ورجعت لكم بفيديو جديد مليان طاقه ونشاط وحياه، ويا هاي الفيديوهات اللي تحبوها وانا بصراحه كلش احبها. احب الفيديوهات التنظيف والروتينات اليوميه وشي، والحمد لله رجعنا لها وباسرع وقت. قلت لكم انزل لكم فيديوهات هوايه ودا انزل. فتخلوا اللايك، واللي ما مشترك بالقناه يشترك بالقناه، وشيروا القناه لصديقاتكم واهلكم والناس اللي تحبوهم. طبعا اول شيء بدي اقول لكم اليوم وصلني هذه الماسحه. شوفوا هاي طبعا لانه ذيك الفتره كل يوم اجل التنظيف والروتينات لحد ما اقول ما عندي ماسحه، ما عندي ما اعرف شنو. اليوم وصلت طبعا مبينه كلش حلوه، فهسه راح اجربها وياكم حتى نمسح بيها. وشوفوا ماما شنو طلبت، انا اطلب بصفحه اشيائي. صباح الخير عيني، مشتاقين لك، يسالون عليك. ذاك الفيديو كانت قاعده ما طلعت، بس تعلق. شوفوا هاي المحضره الطعام الكنت سوري سديت وجهك هيجي زين. ماما طلبتها. تسلمين حبيبتي. شنو تقول كل شغلي انا بيها، فكل يوم قلت لي فادي راح تجيبيها، قلت لها هسه راح اجيبها. بعدين هي كل ما اريد اسوي شيء تريد محضره الطعام، وصحيح ترى هي يعني تدور غراضها طبعا. انا ادور اول شيء انا ادور غراض المطبخ. هي تدور غراض المطبخ. هسه ماما تقول شو وقت الكاونتر هذا تغيروه، قلت لها هسه ان شاء الله واحده واحده. هي اهم شيء تهتم بالمطبخ. شوفوها اخذناها هاي الكنود هم كلش حلوه، وهاي الاشياء اللي بيها ماما بدها تفتحها شلون تستمتع من تفتح اشياء تخص المطبخ. راعي خبر عاشت ايدك. اهم شيء عاشت ايدي. ابدا اشوف مسويتها بالعافيه حبيبتي. يعني انت جبتيها. شوفوا اليوم وصل الميز من كنت داريت اصور لكم الفيديو جوي جابوه. شوفوا هذا الميز كلش عجبها المام، بس شنو انتم ما راح تشوفوا هسه مليان غراض. هسه شوي اروح وارجع. بس حطوا الميز شدوه راسا. ساخليكم لقطات من الشد والهاي من حطوه راسا. جبت الغراض وحطيتهم عليه حتى شنو ننظف الصالة على كيفنا. وخل اشوفكم شنو جبت. انا جبت هاي كلش حلوه مال التنظيف. هسه نسوي المنظف الخاص اللي انا استخدمه، اسوي لي يعني اللي هو يعني اخفف. هسه اشوفكم اياه الكلور وشي، بس بين ما بابا يجيب لنا اياها الاشياء. وبعد قد حلوه هيجي تنفتح، تقدرون هنا تخلون اشياءكم كلها جوا. وهاي الاشياء كلها مال التنظيف تجمعوها بمكان واحد حتى تجون من تنظفون تجيبون العده مالتكم وتجون راسا. هسه اول شيء نبلش بالغبره وتنظيف التراب. شوفوا هاي احلى شيء بيها ان هي توصل لكل مكان بالسقف بكل البيت، يعني حتى تريدون تصغروها وتستخدموها للاماكن الصغيره والناعمه. بس راح نبلش ننظف التراب. خلصت مرحلة التنظيف الغبرة والتراب من كل مكان، خصوصا هاي اللي تعرفوها هنا تصير مال التبريد. هذه كانت مخبلتني لان يفوت بيها تراب هوايه. المهم هسه راح نجي مرحله الكنس مال الصاله، لان تعرفون التخم مال قنفات جديد، فماكو داعي يعني اقعد اسوي بالمكنسه وشي. بس اكيد اذا التخم مالتكم يعني راد له جلفه وشي، فبهاي المرحله ورا ما تنظفون الغبره والتراب. طبعا البنات اللي يسالوني عن هاي المكنسه السامسونج، صراحه انا هاي الفتره كلها دا استخدمها بالبيت كلش حبيتها. اول شي خفيفه، والشحن مالتها يطول اكثر من الدايسون. الدايسون كانت يعني شويه وتخلص عندي، هذه الشحن مالتها الفتره مالتها اطول، حسيتها اخف وانعم يعني بالحركه كلش سلسه وخفيفه. لذلك قلت لكم اني الدايسون جربتها 3 سنين ونص اني استخدمها. هاي هسه يعني صار لها فتره قصيره عندي، بس حبيتها بصراحه اكثر.
بعد ما كملت الكنس طبعا كل البيت كنس، حتى ذيك الجهاز الثاني اللي ما صورت لكم اياه مو بس الصاله، حتى يعني ما ترجع تتوسخ الصاله من البيت الباقي. وهسه اجى الوقت حتى نفتح هذا الاختراع، وهاي مال المسح نشوفها. يعني اتمنى تطلع عمليه، لان دائما اشتري الاشياء هاي الشغلات مال المسح بس بعرف شكلها ايش قد حلو والوانها تخبل. احس كل ادوات التنظيف جاي الوانها ويا الصاله كلش حلوه. بس تعالوا نشوف هاي شلون تنفتح. هذه اول شغله عرفت لها انه هاي تنفتح من هنا، وطبعا تجي بيها هذه اللي اعتقد هاي هيك نوصلها وحده بالثانيه، وهاي باعوها الماسحه مالتها همينه كلش حلوه، وهمينه شلون المكنسه من قلت لكم حبيتها باعوها سلم ورفيعه كلش حلوه. وياها جايه هذولي 3 قطع، باعوا هاي 3 قطع اللي تخلوها هاي تمسحون بيها. يعني هاي تقدرون تخصصون مثلا وحده للتنظيف مال الحائط حتى تبقى نظيفه، ووحده لتنظيف الجام، ووحده للارضيات، بتطلع كلش حلوه. يعني ماكو داعي تخلطون بيناتهم. هسه تعالوا نشوف شلون نستخدمها. شوفوا هذه صار لي قاعده اشوف هاي مال شنو، هاي سدادات هنا تسدون من الجهتين. شوفوا هنا بيها وحده رتدوهم طبعا بالزبل، وهنا وحده ثانيه حتى من تبون تفرغون المي بس تفتحوها بهذا الشكل باعوا وتفرغون المي مالتها. شوفوا طبعا ساعه يلا تعلمت لها وعرفت انه هذا المكان هنا مال الغسل، وهاي هنا مال التنشيف. المهم خليت بهاي الجهه شوفوا هنا تصير تنشفون بيه بعد شلون تنشف المي، وهنا راح اخلي تخلون المعطرات اللي تحبون انتم تمسحون بيها. راح استخدم هذا خلي من عنده شويه، وراح اخلي شويه كلور، بما انه الارضيه مالتنا يعني احبها ايش تطلع بيضه بالقاصر، وشويه من هذا الديتول همينه. سويت الخلطة مالتي هنا الخاصة بي. شوفوا هاي كلش تطلع حلو، بنسوون خلطاتكم نضيفوا لها العطور اللي تحبوها. طبعا قاعدة اتفرج استلي تعملوا مثلي احبها. ذيك الايام ما فوتنا حلقات اني وماما ما شفناها كاملة، فهسه قاعد نشوف، انا اشوفها على شاهد. النظافة تحسوها هيجي طالعة من الأجواء عشان حلوة. كله لمعته نظفته مسحته، وبعدني دا أشوف استليته حلقة ورا حلقة. أولي هاي فلك ايش دا تسوي، على قولتهم من فلك طرك على سوالف دا تسويها. وباع بس انتو شنو بصف الماء لو بصف فلك،
أنا بصراحة يعني رغم أضوج من تصرفات فلك بس بصفها أكثر من هاي إلما، أحسها ضعيفة الشخصية مزعجة. المهم شوفوا الصالة شلون صارت تخبل وتلمع، كل شي نظيف وممسوح وحلو. هسه راح نبلش بالترتيبات. شوفوا تحسون هسه هي صالة حلوة بس شنو ما بيها روح وحياة، ولو اللوحات كلش تأثر على الصالة. بس بعد هسه راح نيجي نخلي الأشياء الباقية راح أشوفون شكلها شلون راح يصير. طبعا اول شي راح ابلش التوزيعه هي الكوشات على الكفر، حتى شنو يعني ترتب القعده واعرف وين اخلي باقي الاكسسوارز مال الصاله. هاي همينة للصالة، تذكرون شلون تكون ذي جمال حديقة؟ فأخذت واحدة ثانية أكبر وأخذت وياها هاي تكون هيجي ذهبية بس الذهبي مالتها مطفي، راح أخليها هنا. طبعا شوفوا هي يجي وياها ستاند إذا يعني حبيتوا تكون النبتة عالية، بس أنا أشوف كلش كبيرة وما لها داعي. شنو رأيكم بيها؟ طبعا قعدت تجنن وتحسون هيك ملت المكان وطلعتها نظيف ويخبل. وخليت قدامها هاي الطبلة الجام لأنه الذهبي مالتها كلش جاي ويا الذهبي اللي جاي مال السندانة يعني ماكو، فطلعت كلش حلوة وملت المكان. هسه جينا احلى فقره نحبها انا وياكم، بما انه الطبله قعدت كلش حلوه هناك. شفتوا الزرع ايش قد انطى المكان، يعني هيجي سواه كلش حلو. فضروريه من تسوون صاله لازم تختارون ركن تخلون بيه زرعه. شوفوا يعني خضار. راح استخدم هاي الصينيه اللي ذاك اليوم شوفتكم اياها لانه مالتها اللون الذهبي راح يطلع كلش ميكس حلو ويا الجو مال السندانه مال الزرعه ويا الطبله. راح اخلي بيه بما انه هناك اكو صار عندنا خضار فما راح احتاج اخلي شيء اخضر او ورد راح يسوي المكان مو حلو. فبما انه عندكم عنصر اخضر نستخدم غير اشياء. راح اخلي هاي الاشياء المعطرات يعني هيك راح اجمعهم بهاي الطريقه. وهاي الشمعة العطرية هم كلش ضرورية بالصالة. راح اخليها بالمكان حتى نشوف شنو يعني هوسة اخلي بعد شي ثاني لو اوكي. شوفوا شلون قعدوا حلوين وكيوت وكلش يعني هيك جملوا المكان. واعتقد يمكن اذا بعدين يحتاج المكان فد شي ثاني هنا ما اعرف، بس هم هسه قعدوا كلش حلوين بهاي الزاوية. هذه الطبلة الثانية شوف شلون ترتبت، صارت هيك فد مزيج كلش حلو. يلا خل اشوفكم اياها شلون من ينعلق التيب اللام شكلها ايش قد حلو. شوفوا لي جمال الركن ورا ما انعلق التيب اللام، يجنن ميكس بين الابيض وشوية خضار. وهاي اللي اخذتها كلش طلعت حلوة هنا. طبعا هاي المقولة المكتوبة هي لا تجعل خوفك يغلب ايمانك. كلش حبيت هاي العبارة وهي نفس طبعا على الكوشة مكتوبة. شنو رأيكم؟ طلع الركن هنا يجنن كلش كلش حلو. كلش حابة النتيجة طبعا. وهسه اجى الوقت حتى نرتب هاي الطاولة الوسطية. تدرون يراد لها صفنة لان هاي شغلات ديكورات وترتيب وشي، وانتم حسب شنو حابين. حابين تكون الطبلة فارغة وتخلون عليها بزوازة، حابين تستخدموها تخلون عليها الاشياء ثابتة مالتكم مال ترامز الشاي. بس هاي كيكة حلوة يعني فأنا حابة أجربها. المهم جبت كل أشيائي هنا يمي. الأشياء اللي أنتم جايبيها ومفكرين إنه تخلوها للطاولة جيبوها يمكم وقعدوا ورتبوا. فأنا حخليكم يمي ونرتب. أول شي طبعا أخذت هاي اللي شوفتكم إياها مراية شو اسمها الصينية بدي أنسى، فهم راح استخدمها هنا. وهاي الأساسية اللي جبناها ذاك اليوم شوفتكم إياها راح أخليها هنا. طبعا أنا راح أرتب واكيد بعدين حشوفكم شنو اللي سويته يعني، لان اكيد راح ابدي اشيل وامسح. هسه هاي راح انظفها او مرات يعني انتم تعرفون يعني نخلي الشغله هنا تطلع مو حلوه نخليها بالمكان الثاني.
هيك. بس المهم يكون انتم عندكم فكره شنو حابين تخلون على هاي الطاوله، هاي اهم نقطه. شلون مركزه تشوفون هيك اصفن. يلا احط الاشياء. هاي زيتات الفناجين اللي اخذتها، راح اخذ كم وحده منها هنا. شوفوا طبعا صار لي ساعه انه اخلي الترمزين، اذا تخلوهم هيك الترمزين هم كلش حلو باعوا يطلع حلو. وهمين لانه عندي هاي المبخره احبها البيضه، صح اكو وحده هنا بس هذه كلش تعجبني، فيعني راح اخلي يمكن ترمز واحد وتجي هاي هنا هم يطلع حلو. يعني تخلون فناجين واستكاين وترمز واحد ومبخره يطلع حلو، تخلوهم اثنينهم وكيفكم. يعني شوفوا جبت هاي كيفكم، يعني تخلون بيها شوكولات اي شيء يعني هنا تصير حلوه. وقلت اذا القى وحده شويه يعني انصى منها مو هيك عاليه اجيبها اخلي بيها التمر. وبعد بغت هاي كل شوي اغير، ساعه اخلي ترمزين، ساعه اخلي مبخره وترمز واحد. خلي اشوفكم اياهم من قريب. شوفوا شكلهم شلون صار حلو مثل ما اني يعني متخيلته وعاجبني. خليت هنا الفناجين وجزء من الاستكاين هاي طلعت كلش حلوه. بقى هنا خليت بهاي الصينيه ملجامه هذه المبخره الكريستال وياها هذا الورد، طلعت كلش حلوه هنا. شوفوا شلون صاروا حلوين، يعني كلش حلو. وبنفس الوقت يعني مو بس ديكور، يعني صار فد شي عملي ونستخدمه يعني بشكل يومي. ومثل ما شفتوا خلصت ترتيب الصاله وشوفتها الماما. طبعا سويتها مفاجاه الماما، اللي ماما كانت ماخذه غفوه عيني مال الظهريه، قالت اني ما اريد تدوخيني بهاي الترتيبات، ايش راح تساليني وبعدين تخليني الشغله بالمكان اللي تريديه. بس فقالت اني راح انام واقعد اشوف كل شيء كامل. فكلش عجبتها. شنو اكثر شيء عجبك؟ يعني كله مكان التيبلام، مكان الشجره، يعني اي حبت. تدرون ماما تموت على الخضارات، فكلش حبتها. وتدرون جت ببالها همينه فكره، قالت من اروح للعراق والله الزرع كلش الذاهل بالعراق خطيه، يعني محتاج عنايتها ويبكي عليها. فقالت والله الزرع الاصطناعي مرات يكون يعني ارحم شويه، يكون حلو وما يحتاج عنايه. فكلش حبت مكان الزرعه وكل الترتيبات. بس وين الزوليه عيني؟ يا لا صدق شفتوا نسيت الزوليه والله العظيم. اقول اكو شيء نقص. طبعا لين خليتها هنا تعرفين مو خليتها بالغرفه مال الغساله، ما صارت قدامي فنسيتها. يلا هي الدنيا حاره، لو شو تقولون نفرشها؟ اي لا هي يلا خلي حلوه. يلا ما طول ماما قعدت من النوم ما ادري. هي الدنيا هنا حاره، بس اني اقول اكو فد شي ناقص. اني مشتريه بعد شي بس شنو؟ هسه ماما طلعت تقول لي زوليه. طبعا لا شو يقولون؟ لا بالعكس تطلع احلى. اي احلى. يلا خلينا نروح نشوفها. حتى لو هو سيف نراويهم يعني شويه جو الشتاء الزوليه. فشو تقولون هسه نخلي الزوليه لو شنو؟ ما ادري. انا حفتحها هسه وياكم ونشوفها. اذا اشتريتيها؟ اي بعد اشتريتها حرامات. خلينا نخليها. يلا لازم لمسات ماما قعدت كلها رزاله. وين الزوليه؟ وين هذا؟ شو ما حاطته؟ يلا عطر البيت. شوف ايش قد حلو. خليته هنا قالت يطلع كلش حلو بهذا المكان. شوف صدق هو طلع حلو. كنت حايره كلش بمكانه. هاي طيب جوجو. اقول لك اريد نفرش بس ما اريد اشيل هذا الميز. لا اشيله هو غراض اذني صعبه يروح وحده تنقلب توقع. ليش حرام؟ بس هاي يعني هي مزعجه والله. حتى هاي شوفي راح نشيلها انا وياش. تعالي شوف فرشناها اني وماما. بس صدق طلعت بديعه. يعني تحسون مو ماما الصاله كلها صارت هيك لمت وصارت حلو موجهه، يعني على قولة امي موجهه. صارت كلش حلوه. هي باعوا اني شلون مختارتها تجنن. باعوا هذا الذهبي مالتها مو يعني هيك تتوقعون فاقع او شيء، لا كلش حلو. باعوا شلون طلعت تخبل.
حبايبي وصلت وياكم نهاية الفيديو ونهاية ترتيب الصالة. كلش فرحانة بالنتيجة، واحس يعني هيك هم ونزاح. تدرون واحد من عنده ترتيب وشي، يعني اريد يوم يوم اخلص الصالة حتى التفت على الغرف مال النوم، المطبخ. اليوم هذا ميزة الطعام اللي اجى يراد له ترتيبات، هم انا وياكم نسويه. ولا تنسون تشاركون هذا الفيديو يا صديقاتكم اللي يحبون الترتيب، اللي هسه مقبلين على بناء او تأثيث او شيء، او حابين يغيرون مثلا يحبون هاي السوالف. وكتبوا لي بالتعليقات شنو اكثر جزء ومكان عجبكم بالترتيب. طبعا كلش فرحانه وحبيت من خليت الزوليه، طلعت النتيجه تجنن. ولا تنسون حبايبي تخلون اللايك وتشتركون بالقناه، وباي باي، تصبحون على الف خير.